عمرك حسيت ان كل ما يجيلك مشروع جديد تحس ان انت بتلف في نفس الدايره وتعمل نفس الستايل اللي انت متعود عليه، او تفتح البريف وتقعد قدامه بالساعات ومش عارف تبدا منين؟ الحقيقه اللي محدش هيقولها لك ان الديزاينر الشاطر مش بيفكر بشكل الديزاين الحلو عامل ازاي. هو معاه كده زي شنطه عده مليانه بستايلات ارت دايركشن جاهزه لكل نوع بيزنس ولكل فئه من التارجت اودينس. في فيديو النهارده احنا مش جايين نتكلم عن ستايل ولا اتنين ولا حتى 10، احنا جايين نتكلم عن 52 ستايل ارت دايركشن. عندنا مدارس فن تاريخيه، عندنا ستايلات مشهوره جدا اغلب الناس شغاله بيها، وعندنا حاجات طالعه ترندي. الفيديو ده مش مجرد فيديو ان انت تتفرج عليه وخلاص، ده هيبقى مرجع قوي جدا ليك ان شغلك ما يتكررش وتخرج بره الدايره الصغيره اللي انت شغال فيها، وتبقى قادر ان انت تخرج من مجرد شخص بينفذ لشخص قادر ان هو يخلق لكل بيزنس او كل براند او كل بروجكت اللبس البصري الخاص بيه على مقاسه بالظبط. واللبس البصري هنا المقصود بيها الستايل بتاع الارت دايركشن. فجهز قهوتك والنوت بوك بتاعتك ويلا بينا. الموضوع ببساطه ان ستايل الارت دايركشن ده هو الشخصيه البصريه او البصمه او المود العام اللي بتختارها للحمله بتاعتك عشان تعبر عن فكره معينه، عامله بالظبط كده زي ستايلات الفاشن والبيوت. انت ممكن تدخل بيت مودرن، ممكن تدخل بيت كلاسيك، نيو كلاسيك، بوهيمي، مش عارف ايه. كل بيت بتدخله بيوصل لك احساس معين. والستايلات دي ما ظهرتش فجاه كده، ولا كان في حد قاعد فبدا ان هو يطلع ستايل وهو قاعد مع نفسه. كل ستايل من دول وراه قصه، وراه طفره في التكنولوجيا، وراه ثوره سياسيه، او حتى ازمه اقتصاديه معينه ادت الى تشكيله. مش هندخل جامد قوي في القصه دي، بس من الحاجات اللي انا اقولها لك تقدر تسيرش على اسم الستايل وتشوف ظهر امتى واسباب ظهوره. طيب حاجه مهمه قوي، انا ليه مهم ان انا اعرف ستايلات الارت دايركشن دي؟ اول حاجه عشان تختار الستايل المناسب للمشكله بتاعتك. زي ما قلنا الاختيار ما بيبقاش على حسب الذوق او على حسب حاجه عجباني، انت لازم تختار ستايل مناسب للهدف بتاعك. يعني مثلا لو بتعمل كامبين لمستشفى مش هينفع ان احنا نستخدم كولاج، مش هينفع ان احنا نستخدم سيرياليزم، لان الحاجات دي مش هتديني احساس الثقه والنقاء. فانا ممكن استخدم مثلا الحاجات المونوكروم، الحاجات المينيماليزم. تاني حاجه عشان كل ستايل بيوصل احساس مختلف، زي ما قلت لك عامله زي البيوت والفاشن، كل ستايل برضه ارت دايركشن بيديك احساس مختلف. فالمينيمال مثلا بيديك احساس البساطه والثقه، المونوكروم بيديك احساس القوه والتركيز، الريترو بيديك احساس النوستالجيا والحنين للذكريات والماضي. تالت حاجه عشان تعرف تناقش افكارك، ودي حاجه مهمه قوي. تخيل ان عميل جاي بيقول لك احنا عايزين براند، عايزين حاجه تكون شبابي ومختلف. في فرق كبير قوي ما بين ان انت تقول له ان شاء الله هنعمل حاجه حلوه، وفي فرق ان انت تقول له احنا في عندنا 3 ستايلات ارت دايركشن كذا وكذا وكذا، وكل واحد سماته كذا وكذا، وممكن نمشي في ده، وتبدا تجمع له ريفرنس لكل واحد منهم ويبدا يختار المناسب. رقم 4 عشان تقدر تبني مود بورد بشكل كويس. اغلب الناس بتبقى داخله وهي بتجمع ريفرنس، بيبقى الموضوع عشوائي، انا مش عارف اصلا انا محتاج ادور على ايه. انما لو انت عارف ان انت داخل تدور على سايبر بانك، فانا خلاص هبقى عارف انا بدور على ايه بالظبط، فالموضوع هيوفر وقت معاك، وهتبقى انت مركز في الحته اللي انت عايز تجيب لها ريفرنس. رقم 5 عشان تبقى قادر تخلق هويه مميزه. لو معرفتك بستايلات الارت دايركشن محدوده، فانت شغلك كله هيبقى شبه بعضه. اوقات كتير بندخل على مصممين نشوف البورتفوليو بتاعهم، تحس ان هو نفس الكومبوزيشن، نفس الاضاءه، نفس اللايتنج، نفس اللاي اوت، كل حاجه تحس ان هو كل اللي عمله ان هو غير العميل. انما الديزاينر الشاطر او الارت دايركتور بيبقى عارف امتى يستخدم المينيماليست، امتى يستخدم الريترو، بيبقى عنده زي ما قلنا كده شنطه فيها عده. فتحس ان كل بروجكت بيبقى طالع بشخصيه معينه وبروح معينه. سادس حاجه عشان تفهم الاعلانات العالميه، لما تيجي تحلل اعلانات براندات كبيره زي ابل او كوكاكولا او نايك او كل الكلام ده، لازم تسال نفسك هم ليه اختاروا الستايل ده بالذات. ما تسالش الحاجه دي اتعملت ازاي، لان دلوقتي بقى سهل قوي ان انت تقدر تنفذ، بس لازم تبقى فاهم السبب ورا اختيار الحاجه دي. واخر حاجه عشان تبتكر ستايلات جديده، زي ما قلنا قبل كده معرفتك بالقواعد بتبقى قادر ان انت تكسر القواعد. فلو عندك معرفه بستايلات ارت دايركشن تقدر ان انت تميكس ما بينهم بطريقه معينه وتطلع حاجه ليها بصمتك. زي اغلب المخرجين والناس التقال جدا في المجال، الناس دي عارفه القواعد، عارفه تكسرها ازاي، فبيطلع حاجه باسمه ببصمته، بيبقى معروف ان ده شغل فلان. طيب تعالى بقى دلوقتي نعرف ال 52 ستايل ارت دايركشن اللي انا جاي اكلمك عنهم، وسمات كل ستايل وايه اللي بيميزه عن باقي الستايلات. الفكره الاساسيه انك بتشيل كل حاجه مش ضروريه وتسيب بس اللي يخدم الرساله. المبدأ بتاعه less is more، يعني اقل عناصر ممكنه بتحقق اكبر تأثير. يعني انا مش هحط عنصرين لو عنصر واحد بيوصل الرساله، ومش هستخدم 4 الوان لو لونين بس كفايه، ومش هملي المساحه لو الفراغ ليه صوت في التصميم. النيجاتيف سبيس هنا مش مجرد فراغ، ده عنصر اساسي في التصميم بتاعي. تاني حاجه البولد مينيماليزم، عناصر قليله، الوان محدوده، لون او 2
اتنين بس، خط بولد بحجم كبير، نيجاتيف سبيس واسع، شائع قوي في استخدام البوسترات لما تحب تقول ان انت واثق من نفسك. الفرق ما بينه وما بين المينيمال هي حتة ان في خط بولد كبير عندي، انما المينيمال بيبقى التركيز اكبر على ان في كونسبت وفي فيجوال عندي. رقم 3 الفلات مينيمال إليستريشن، ودي عبارة عن رسوم توضيحية بتعتمد على اشكال بسيطة جدا، خطوطها نظيفة، مفيش اي شادو عندي ولا عندي اي جريدينت ولا تدرجات لونية، الموضوع كله 2 دي فلات، فانا الدنيا عندي واضحة وسهلة جدا. بنستخدمه بشكل كبير في مجال الفود اند بيفرج لما احب اعمل باكجينج او باترن معين واحب اخلي البراند قريب من الناس. الستايل الرابع المينيماليست ماكسيماليزم. اللي اوت، لو خدت بالك اللي اوت منظم، في كل تصميم في حاجة واحدة بس بتاخد المساحة كلها، سواء كانت كلمة ضخمة، لون قوي، صورة فوكال بوينت عندي، مفيش منافسة ما بين العناصر. الالوان قوية جدا وجريئة، بس هي في نفس الوقت محدودة ومش كتير، لونين او 3 بالكتير، بس في نفس الوقت اللون نفسه فايبرانت هاي ساتوريشن، مش هادي خالص. التايبوجرافي ضخم جدا، ما بنعملوش معاملة العنصر ده، هو نفسه جزء من الفيجوال عندي، حجمه كبير لدرجة ان هو ممكن يكون واخد الباك جراوند نفسها او فريم. بنستخدمه بشكل كبير في البوسترات بتاعت الكتب والافلام. الستايل الخامس التكست ماسكينج. الفرق هنا ان الصورة جوه الحرف نفسه، لا هي لاير فوق التكست ولا هي لاير تحت التكست، هي معمول لها كليبنج ماسك جوه التكست نفسه، تحس ان هي شباك بتشوف منه المشهد. لازم الحرف يكون كبير بما فيه الكفاية ويكون بولد عشان تقدر ان انت تحط جواه صورة. الخطوط الرفيعة هنا مش هتنفع خالص، التيبوجرافي والصورة بيكملوا بعض، فالعين بتشوفهم كأنهم عنصر واحد مش اتنين منفصلين. هو ده فكرة التكنيك. الكونتراست بيبقى قوي جدا في الالوان بين الجزء بتاع التكست اللي جواه الصوره والباك جراوند. الستايل السادس الاكسبريسيف تايبوجرافي. هنا انا بحول الحروف لشكل 3D، الكلمة بتوصف نفسها بصريا. اهم قاعدة في الستايل ده ان الشكل يعبر عن المعنى. كلمة ميلك تشيك وتوظيفها في شكل ميلك تشيك حقيقي، كلمة MTV وتوظيفها في ان هي حاجة سمر ومعمولة كده من الانفلاتابل ماتريس والحاجات بتاعة الصيف والكلام ده، فهي بتحسسك بتديك نفس الاحساس. التيبوجرافي هنا هو الهيرو، الكلمة نفسها هي الصورة والاعلان والفكرة في وقت واحد. الفكرة هنا اهم من التنفيذ. التنفيذ بقى سهل جدا دلوقتي في ظل الاي اي، كان زمان عشان تعمل حاجة زي دي كان ممكن تقعد تعمل فيها ايام كتير جدا، انما دلوقتي الموضوع كله معتمد على الفكرة. بس قبل ما تبدأ تصمم لازم يكون عندك اجابة لسؤال واحد، الكلمة دي لو اتشكلت من ايه هتوصل الفكرة احسن؟ الاجابة دي هي كل حاجة، هي الصورة، هي الاعلان، هي الفكره بتاعت الفيجوال. الستايل اللي بعد كده الليكويد تايبوجرافي، وممكن برضو ناس تسميه التايبوجرافي ديستورشن. اهم حاجه بتميز الستايل ده ان بتحس ان في حركه في الحروف، حتى لو باينه ان هي واقفه فهو في انيميشن كده واصل لك، تحس ان المصمم خد لقطه للحروف وهي بتسيل او بتتمدد او بتتشكل بطريقه معينه. التكست سموث جدا، مفيش اي زوايا حاده خالص، كل حاجه منحنيه وسايله، الخط بيتداخل مع نفسه، الحروف مش منفصله، الحروف بتبدأ ان هي تلف حوالين بعضها تعمل لوبس بطريقة معينة، ده بيديك احساس بالحيوية والتعقيد الجميل. التايبوجرافي بيشتغل مع الصورة وبيتفاعل معاها، مش بنحطه فوق الصورة ولا تحتها، انا ببدأ ان انا مثلا ادخله او اخليه تكست، حرف مثلا فوق الصورة، حرف تحت الصورة، ففي تفاعل ما بين الصورة والتكست. السكيل مبالغ فيه بشكل كبير جدا، الحروف كبيرة لدرجة ان هي بتاخد نسبة كبيرة من التصميم. الستايل اللي بعد كده الهاف تون، احساس الطباعة القديم كأنك طلعت تصميم من مطبعة حقيقية. النقط هنا او الدوتس هي اللي بتبني الصورة كلها، متكونة من نقط باحجام مختلفة، نقطة كبيرة جنب نقطة صغيرة، فتبدأ ان هي تكون لك الصورة. وعشان هو معتمد على النقط فالصورة نفسها عليها تكتشر، مش محتاج بقى ان انت تحط لاير تكتشر وتعملها بالاوفرلاي، التكنيك نفسه هنا هو التكتشر ده. الستايل اللي بعد كده الرانسوم ستايل، كل حرف من مصدر مختلف، ده اللي بيميز الستايل ده، مفيش حرفين من نفس الخط او نفس الحجم او نفس اللون، كل حرف تحس ان هو اتقص كده من مكان مختلف تماما. الفوضى هنا محسوبة ومقصودة، الحروف بتتداخل جوه بعضها، بتميل مع بعض، بتتكدس جوه بعض،
بس لو شلت اي حرف منهم التصميم هيحسه ناقص. الفوضى دي مش عشوائية، الفوضى دي هي اللي اوت المتعمد اللي بيميز الستايل ده، بيديك احساس كده بالتمرد والاتيتيود حتى لو الكلمة ايجابية. الستايل ده اتنقل من الجريمة، كان مرتبط بخطابات التهديد، وراح للفاشن والثقافة، وبقى من اكتر الستايلات اللي الناس بتستخدمها في الستريت وير وبرامج الموسيقى والبراندنج الجريء. الستايل العاشر السويز ستايل. الجريد هو العمود الفقري في الفيجوال، حتى لو انت مش شايفه بس هو موجود. هيراركي واضحة جدا، عينك بتمشي في مسار معين في التصميم من الاهم للاقل اهمية. العناوين كبيرة، المعلومات السنوية صغيرة. النيجاتيف سبيس هنا مش مجرد فراغ عادي، هو تصميم مدروس بنفس اهمية العناصر اللي موجودة في التصميم بالظبط. الاوفر بريند، لما لونين بيتداخلوا مع بعض بيخلقوا لون ثالث في منطقة التقاطع. الازرق والاحمر يعملوا لك بنفسجي، الاحمر والاصفر يعملوا لك برتقالي، من غير ما تختاره هو بيتولد لوحده طبقا لنظرية وعجلة الالوان. التكتشر بتاع الطباعة حاضر دايما في الستايل ده، في حبيبات، في نويز في التصميم بتفكرك بالطباعة الفعلية. الالوان هنا محدودة بس لها تأثير، لونين كفاية. المبدأ هنا مش كتر الالوان بس التفاعل الذكي ما بينهم نتيجة تداخل لونين مع بعض. الكولاج ارت، عناصر وصور من عوالم مختلفة، صور متصورة حقيقية، رسومات، تكست، اشكال، قص، ورق، جرايد، كلها ممكن تتحط في نفس التصميم. مفيش قانون بيقول ده مش هينفع يتحط جنب ده. القصة هنا اهم من الجمال. الكولاج مش بيسألك ده حلو ولا لا، الكولاج بيسألك ده بيقول ايه. كل عنصر محتاج يكون موجود لسبب، حتى لو السبب ده احساس معين او مزاج، مش شرط ان هو يوصل لي معلومة. مفيش قواعد ثابتة، بس في فرق ضخم ما بين مصمم كولاج عنده رؤية وفيجن وما بين مصمم عشوائي. الفرق ده بيبان امتى؟ بيبان في مدى تماسك التصميم واحساسك ان كل حاجة في مكانها الصح حتى لو الشكل عشوائي. نيجي بعد كده للميكسد ميديا، صور بمعالجات مختلفة في نفس التصميم، كل صورة بيتعامل معاها بشكل مختلف عن التانية، وده المقصود في الستايل ده. في الكولاج انا كنت بجمع عناصر من مصادر مختلفة، انما الميكسد ميديا انا بشتغل على معالجة العناصر نفسها باساليب وستايلات مختلفة. يعني مرة اعمل صورة فيكتور، مرة اعمل صورة هاند درون، مرة اسيب صورة حقيقية، مرة اخلي الصورة اكنها فيها تكتشر معين. مناسب اوي لجين زي لانه دايما بيعبر عن الطاقة اللي جواهم، وشائع في مجال الفاشن والرياضة والجيمنج. الستايل ال 14 وهو الالستريتيف. الاتجاه ده بيعتمد على مزج الصور الحقيقية مع الالستريشن. تخيل معايا ان عندي صورة حقيقية، تبدأ ان انت تضيف عليها سكريبلز معينة، تضيف عليها دوتلز معينة، فتطلع بالاخر بفيجوال شكله كويس قوي. الاتجاه ده بيدي للمصممين حرية اكبر في التعبير، وبيساعدهم انهم يطلعوا بافكار جديدة وغير تقليدية. والاهم من كده ان هو دايما اتراكتيف، دايما بيشد انتباهك، بيوقفك وانت بتسكرول. الستايل ال 15 السيرياليزم، عالم واقعي بقوانين مختلفة، التفاصيل، الاحساس، تحس ان انت بتتفرج على حلم تفاصيله واضحة بس المنطق بتاعه نفسه مش موجود. تركيبات ملهاش علاقة ببعض، اسد بيلعب شطرنج بين عناصر من عوالم مختلفة، مش عارف، عندي تماثيل معينة، عندي صحراء، سماعات. والكامبين دي كانت بتتكلم عن الاستثمار وقد ايه انفستمنت، عالم معقد، وان في ناس ممكن تبقى تقيلة جدا، وهنا شبههم بالاسد وممكن تخسر عادي جدا. الفكرة هنا اهم حاجة في الفيجوال، مفيش سيرياليزم قوي من غير كونسبت عميق وراه، التنفيذ لازم نكون بيخدم الفكرة مش العكس. الستايل اللي بعد كده، وخلينا نقول ان دي حاجة طالعة ترندي، يعني مش ستايل موجود من زمان وجاي من السرياليزم، وهو حاجة اسمها السريال برودكت ديسبلاي. السكيل هنا هو الفكرة الوحيدة، مفيش بقى اي تعقيد في الكونسبت زي السرياليزم العادي، فكرة واحدة بس، المنتج ضخم بشكل مبالغ فيه، الانسان قدامه بحجمه الطبيعي. طب احنا ليه بنعمل كده؟ بنعمل ده عشان نعرض المنتج بكل تفاصيله بطريقه اتراكتيف ومختلف. دايما بيوقفك وانت بتعمل سكرول، لان دماغنا متبرمجه ان هي لما تلاقي حاجه مش في مكانها الصح بتقف قدامها. المنتج الضخم ده هو اللي بيتريجر دماغك وبيجبرك ان انت تقف تشوف الصور. نستخدمه امتى؟ براندات الشنط، براندات النظارات، او اي اكسسوار. بدل ما انت تعرض البرودكت بشكله التقليدي، جرب ان انت تحطه في الخلفيه بحجم كبير جدا والموديل قدامه بحجمه الطبيعي. الستايل 17 الارشيفال اديتوريال، بتحس ان التصميم عاش قبل ما تشوفه، مش تصميم اتعمل النهارده خالص، ده حاجه موجوده من زمان ومر عليها وقت.
التكتشر، الالوان الباهته، الخطوط القديمه كلها بتحسسك الاحساس ده. الالوان محدوده جدا، الوان الاسود وابيض او الاحمر المكتوم او البني، الالوان دي هي الوان الحبر والطباعه القديمه. اي لون فايبرنت او هاي ساتوريشن هيبوظ الاحساس على طول. التيبوجرافي هنا برضو بيدي لك الاحساس ده، تحس ان هي حاجات مكتوبه بخط الايد، حاجات ستامب، حاجات سيرف، تحس ان الخطوط كده جايه من عصر معين مش الخطوط الحديثه اللي احنا بنستخدمها دلوقتي. الفراغ مدروس هنا ومهم جدا. المساحات الفاضيه هي جزء من توثيق الرساله بتاعت زمان، تحس ان كان في معلومات ناقصه او ان الورقه ما كانش فيها مساحه ان الحاجه دي تتكتب. نيجي بعد كده للي عكسه وهو اللوكجري اديتوريال. الصوره سينماتيك جدا في كل حاجه، الاضاءه، الزاويه، الالوان، التكوين. الفراغ عنصر اساسي عند المساحات الفاضيه، دايما بتقولك ان انت قدام حاجه بريميوم، قدام حاجه لوكجري. الخطوط السيرف او الاسكريبت بتوصف برضو ان الحاجه دي بريميوم. الالوان بتديك احساس بالفخامه، دايما بنستخدم البيج، الذهبي، الاحمر اللي رايح للنبيتي، الاخضر اللي رايح للزيتي. الوان بتحسسك كده ان الحاجه دي فيري بريميوم وفيري لوكجري. نيجي بعد كده للابزورد براندنج، الواقعيه في التنفيذ بس عندي لا منطقيه في الفكره. هي دي اهم سمه في الستايل ده. الصوره واقعيه جدا بس السيناريو نفسه مستحيل او غريب او ما ينفعش يحصل. يعني ايه حد قاعد على كرسي وفيه نار وهو قاعد هادي جدا، واحده قاعده على تمساح، راجل لابس في رجله الشوبنج كارت على شكل شوز. الشخصيه بتتصرف في الموقف عادي جدا وكأن مفيش حاجه غريبه. ده بقى اللي بيضاعف الافكت ويخلي المشاهد يحس بكونفيوجن خفيف وممتع. تركيبات ملهاش اي علاقه ببعض، حاجات من عوالم مختلفه، ناس قديمه على تماسيح، ناس قاعده في مكان غريب، نار والعه، كراسي شكلها جديد. كل ما كانت العلاقة ما بين العناصر أبعد كل ما كان التأثير والإمباكت أقوى. بيبقى أتراكتيف جدا، بيجبرك إن أنت تقف قدام الصورة لأن المخ البشري متبرمج إن هو بيقف عند الحاجة اللي مش في مكانها الصح. بس خلي بالك الفكرة هنا مش إنك تعمل فيجوالز شكلها غريب، الفكرة هنا إنك تعرف توازن ما بين الحاجة الويرد، الحاجة اللي لها تيست، والكونسبت. بتفيت قوي مع جين زي او الكرييتيف ستوديوز. الستايل العشرين معانا هو الانثروبومورفيزم. الحيوان بيتصرف كانسان في موقف انساني، مش مجرد حيوان خالص في الصورة. بيعيش تجربة بشرية كاملة، ياكل، يسوق، يحط بنزين، يركب موتوسيكل. التصرف الانساني ده هو اللي بيخلق الكونكشن العاطفي. الكونسبت اللي ورا الفيجوال هو اللي بيربط الحيوان بالمنتج. الاختيار هنا لازم ما يبقاش عشوائي، كل حيوان بتختاره عشان صفة معينة المفروض ان هي بتعكس رسالة البراند او الانسايت بتاع الاعلان. التنفيذ هنا بيبقى رياليستيك جدا، ما تحسش ان الحاجه فيك او الحاجه متركبه، الصوره محكمه ومقنعه جدا. عندي بعد كده الكالتشر انسبايرد، وهو انك بتعبر عن ثقافه بلد او قاره معينه. بنشوف الدايركشن ده كتير في الايفنتس الثقافيه او التنمويه والتوعويه بشكل اساسي. استخدموه بشكل لطيف قوي في حفلات الموسيقى خصوصا لو كانت فولكلوريه. كمان المطاعم والقهاوي اللي بتتميز بنوعية أكل أو مشاريب مشهورة ببلد معينة، زي مثلا المطاعم المكسيكي، المطاعم الهندي، القهوة العربي اللي ليها بصمة معينة أو ثقافة معينة. وشوفناه بشكل كبير قوي في احتفالات كأس العالم الفترة دي. كل بلد بتعبر عن ثقافتها وبتوظفها بشكل معين في الايفنت أو في المناسبة بتاعت كأس العالم. الستايل 22 وهو السبيكوليتيف ديزاين. بيبقى عندي ساينتفك دايجرامز مع عناصر دايما بتديك احساس بالداتا او الريسيرش. اللعب على المونوكروم مع لمسه نيون خفيفه كده بيدي لك مود معين. الافكت بتاع الاوت جلو مناسب للبراندات اللي بتقول احنا المستقبل، وبيستخدموه دايما في اليو اكس واليو اي. الستايل اللي بعد كده وهو النيومورفيزم. دايركشن هادي جدا بيميكس ما بين الفيلات والثري دي بشكل شيك ومن غير زحمه خالص. فكرته انك بتخلي العنصر والخلفيه نفس اللون بالظبط. طب هبرز ده عن ده ازاي؟ من خلال ان انت بتلعب في اللايت والشادو، فبيحسسك يا اما العنصر بارز لبره او العنصر محفور لجوه. مفيش تفاصيل كتير، مفيش دوشه، مفيش اي نويز او اي حاجه خالص. الدنيا كلها سموز، الحواف دائريه ورايقه. استخدموه في تطبيقات الويلنس او المديتيشن اللي عايزه تدي راحه نفسيه للمستخدم. مناسب لشركات التك، الاجهزه الذكيه اللي عايزه تبين منتجها ان هو حاجه لوكسجري وحاجه بريميوم. الستايل 24 وهو السايبر بانك. دايركشن جريء جدا بينقل تصميماتك تحس ان هي حاجة في المستقبل، كأنك بتبني مدينة كاملة مليانة بالتكنولوجيا. بتخلي اللي بيشوف الفيجوال ده يحس ان هو جوه فيلم خيال علمي.
الدمج ما بين الالوان الدارك والدارك مود مع اضاءات نيون فاقعة جدا بتنور التصميم بشكل ذكي وحيوي. الاعتماد على فكرة الاوت جلو، الكونتراست الواضح قوي ما بين الالوان بيديك دايما فايب واحساس بالباور والمستقبل. نستخدمه في مجالات الجيمنج، حاجات الاي اي، الحاجات التك، السيارات او الاوتوموتيف اللي بتدور على ستايل فيه حركة واثارة، براندات الموضة والتكنولوجي اللي بتحب تظهر بشكل جريء ومختلف عن السوق. الستايل اللي بعد كده السوفت جريدينت دايركشن، بقاله فترة ولسه مكمل لانه مريح جدا للعين وبيتحكم في المود العام للتصميم. الوان الباستل، درجات ناعمة زي البيج، الروز، الازرق السماوي، بتعكس احساس دايما بالامان والراحة النفسية. التدرجات اللونية او الجريدينت بتسيح في بعضها بنعومة، مفيش اي حاجة شارب، واحيانا بنحط عليها كده تكتشر الجرين او النويز عشان يدي احساس بالعمق. بنستخدمه في تصميمات الباكجينج خصوصا في براندات مستحضرات التجميل والكوزماتكس لانه بيدي شكل اتراكتيف وفي نفس الوقت اقتصاده بيوفر جدا في الحبر لما تحب تطبع كميات كبيرة. استخدمه برضو في اليو اي والويب ديزاين. الدايركشن المفضل دايما للكلاينتس اللي عايزين واجهات بسيطة ومريحة للمستخدم، وبيضمن ان انت تقعد اطول فترة ممكنة في الويب سايت او الابليكيشن. الستايل اللي بعد كده الابستراكت، الفن التجريدي. والدايركشن ده ملوش كتالوج ثابت، هو حرفيا مساحة الحرية المطلقة للديزاينر، قايم على فكرة التحرر من الواقع. مش لازم ترسم حاجة واضحة ومفهومة زي شجرة مثلا او انسان او بني ادم، انت بتعبر عن فكرة، مود او احساس من خلال دمج الاشكال الهندسية، الخامات، الالوان بطريقة جديدة وغير مألوفة. الستايل دايما بيخاطب الخيال والحس الفني على طول، كل واحد بيشوفه بيفسره على مزاجه. دمج ما بين العناصر وال3 دي شيبس زي الكور، المكعبات، الاسطوانات، الحلقات، وتركيبها فوق بعض بشكل متوازن غريب كده ومثير زي ما هو واضح قدامك في الصور. رغم ان الاشكال مش واقعية، بس اللعب في اللايت والشادو هو اللي بيحسسك بال3 دي ريندرنج الواقعي جدا، فبتديك احساس ان الحاجات دي منحوتات او تحف فنية حقيقية متصورة في استوديو. شائع قوي في البوسترات الثقافية والمعارض الفنية اللي بتدور على طابع راقي. براندات الديكور، الاساس الحديد، الارشيتكت اللي هويتهم قايمة على فكرة المينيماليست والمودر، وبنستخدمه في ال 3 دي برودكت فيجواليزيشن از ابوديوم. ابدا ان انا احط البرودكت عليه بطريقه معينه زي الحاجات بتاعه البرفيوم والمنتجات المختلفه. نيجي للستايل 27 وهو الايزومتريك. ستايل هندسي ممتع جدا، فكرته ان انت بترسم عناصر 3 دي بابعاد متساويه من غير ما تعتمد على نقط التلاشي او نقط الزوال اللي بنسميها الفانيشنج بوينت. النتيجه بتكون ان المنظور بتاع الفيجوال هاي انجل غالبا بيبقى بزاويه 30 درجه، بتخلي المشاهد بيشوف تصاميم السطح والجوانب كلها في نفس الوقت اكنه باصص على مجسم صغير او ماكت حقيقي من فوق. نستخدمه في الكرييتيف كوربريت كامبينز للبراندات اللي عايزه تشرح فكره معقده او توري البروسيس الكامله لشغلها بطريقه بصريه مسليه واتراكتيف. وشركات العقارات والمقاولات والارشتكت اللي حابه تستعرض مشاريعها بشكل مودرن بعيدا بقى عن المخططات الهندسيه الممله اللي كلنا اعتدنا عليها. تصميمات الانفوجرافيك او اليو اي للمواقع التقنيه اللي بتشرح مثلا سيرفرات او انظمه عمل ومحتاجه فيجوال منظم ومفهوم. لما احب ان انا احكي قصه او ستوري عندي في الفيجوال، محتاج ان انت تشوفه من زاوية عالية عشان تحس ان انت شايف الرؤية كاملة من فوق. الستايل اللي بعد كده البكسليتد ستايل. دايركشن صايع ومطرقع جدا، بيلعب على فكرة النوستالجيا والحنين للماضي في الوقت الحالي. فكرته انك بتكسر جمود التصاميم الهاي كواليتي وبتعتمد على لغة المربعات المبكسلة، بيرجع الناس دايما لاحساس ايام العاب الفيديو القديم. ومش لازم هنا التصميم كله يبقى بيكسل، اللعبة هنا انك بتبكسل اجزاء معينة من الكاركتر او طريقة لبسه بطريقه معينه ومبتكره تخطف العين، زي مثلا الفيجوال اللي البكسلات طايره من الوش بتديك احساس بالغموض وحمايه البيانات والتكنولوجيا المعقده. بيستخدموه في شركات السوفت وير، التكنولوجيا، الجيمنج، وبرضه بدات الناس تستخدمه في الفاشن، وفي براندات قايمه بشكل كامل على الستايل ده. الستايل اللي بعد كده وهو الانجريفنج دايركشن. دايركشن ملكي قديم قايم على فكرة محاكاة طرق النقش والحفر القديمة على المعادن او الخشب او الجلود. بيعتمد بشكل اساسي على خطوط دقيقة جدا وتفاصيل صغيرة فيها شيدنج وفيها شادو ناعم عشان يديك احساس بالعمق والحرفية والاصالة. الستايل ده بتروح له لما تحب تقول ان البراند وراه هيستوري، وراه هيريتيج، وراه موثوقية.
العناصر الالستريشنز زي مثلا الطيور او الحيوانات او الشخصيات الكلاسيكية بتترسم كأنها طالعة من كتاب تاريخي قديم مع خطوط السيرف اللي بتديك احساس برضه بالاصالة. الاعتماد الاكبر هنا بيكون على البلاك اند وايت، او ان احنا بنستخدم باليت الوان محدودة جدا مستوحاة من الطبيعة زي مثلا الالوان الترابية، الكحل الغامق، الزيت الغامق، عشان تحافظ على ان الحاجة دي قديمة وفيها أصالة. شائع في البراندنج وفي المطاعم الفاخرة أو في الفنادق التراثية، براندات المجوهرات والساعات الراقية اللي بتدور على إحساس اللوكسجري، الورش الحرفية، والبراندات اللي بتنتج منتجات جلدية أو خشبية جاية من الطبيعة. الستايل 30 الجرافيتي، اتجاه قديم قايم على التمرد، التحرر، كسر القوالب الثابتة عن طريق دمج عناصر مستوحاة من فن الشارع أو الستريت آرت. الدايركشن ده هدفه الأساسي أو الأوبجيكتيف بتاعه إن هو يعلي صوته، يخلق حالة من البوز ماركتنج، لانه بيدي التصميم طاقة عالية جدا، طابع جريء بيخاطب الفئات بتاع الجين زي. الكتابات الحرة وكأنها مرسومة كده على شكل سبراي مع تأثيرات ان الحاجة دي فيها تسييل، الالوان الفاقعة اللي بتخلق تباين مع الصور، استخدام الهاشتاجات المشهورة زي مثلا التاج او السهم مع خطوط بابلز عريضة، بقوا يستخدموه في مجالات الفاشون والستريت وير، الحاجات اللي بتستهدف جين زي، اعلانات الحفلات، البومات الموسيقى خصوصا الهيب هوب والراب، السيارات السبورتنج اللي محتاجه تظهر بفايب مهايبر ومثير للحماس، الفود اند بيفريج، مطاعم الستريت فود او مشروبات الطاقه اللي عايزه تديك احساس بالباور. البوب ارت دايركشن ثوري ظهر في منتصف القرن العشرين، بيعتمد على الالوان الفايبرنت، الالوان الفاقعه، الالوان بتاعت النيون، الفوشيا، الاحمر الفاقع، الاصفر الصريح، الازرق النيون، مع دمجها كده بشكل مثير مع بعضه. الستايل بتاع الكوميكس والاعتماد على الاوت لاين السوداء، كل حاجه تحس ان هي معمول لها ستروك تقيل وغامق. السبيتش بابلز عندي برضو بتميز الستايل ده جدا. التيكتشرز او الباترن اللي بيستخدموها هنا شائع في براندات الكاندي، الحلوى، لانها تربط المنتج بالمتعه والانتعاش وان في بوزيتيف انرجي. كفرات الموبايل، الستيكرز، الفاشن الجريء، برامج الستارت اب كوميدي. نيجي بعد كده للفرق ما بين الريترو والفينتج. الفرق ما بينهم ان الفينتج هو ماضي بادواته القديمه، انما الريترو هو تصميم مودرن عادي جدا بس بالوان واشكال، والفايب نفسه بتحسسك بالماضي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو شفت تصميمات الفينتج هتحس ان انت فتحت مجله قديمه كانت متخزنه في درج جدك مثلا من 60 سنه. الديزاين هنا بيحترم الادوات البسيطه والاساليب الفنيه اللي كانت متاحه في وقتها فعلا. الكاركترز، الملامح الكلاسيكيه المرسومه باسلوب التلوين القديم بعيدا عن الفيكتور الحديث اللي موجود دلوقتي والتفاصيل اللي موجوده فيه. التايبوجرافي الكلاسيكي والخطوط العريضه، بنستخدم فولتات السيرف الكلاسيكيه والخطوط المايله لان الحاجه دي مكتوبه هاند ريتن. الالوان الباهته والبيبر جرين تيكتشر، الالوان الاصفر اللي مسحوب اللون بتاعه او البيج بسبب عامل الزمن. في تيكتشر ورق قديم كده ومتهالك، الالوان مطفيه مش هاي ساتوريشن. بنستخدمه للبراندات التراثيه، محاوص القهوه مثلا اللي بتلعب على الاصاله، براندات الحلاقه الكلاسيكيه، العطور والمنتجات الطبيعيه اللي عايزه تظهر بجوده زمان زي مثلا عصير بيست اللي موجود دلوقتي. تقدر ان انت تعتمد في كامبين كامله على ستايل الفينتج لان العصير ده مرتبط بذكرياتنا ومرتبط وحاجه موجوده قوي من زمان. انما الريترو مش قديم، هو تصميم مودرن عادي جدا بس بقى بيستعير او بياخد الموضه او الالوان او الستايل او الفايبس من السبعينات والثمانينات والتسعينات. بطل الفود اند بيفريج، البراندات اللي بتستهدف جين زي والشباب زي حملات مثلا الفاست فود لبرجر كينج وماكدونالدز، الملابس الكاجوال، المشروبات، لان الستايل ده دايما كده بيدي البراند شخصيه صايعه وحيويه ومليان طاقه وحيويه. اللاين ارت بيعتمد بشكل اساسي على الخطوط الواضحه والنظيفه بدون ما استخدم اي شادو معقد او اي جريدينت. قوته الحقيقيه لما ببكس ما بينه وما بين كونسبت قوي زي مثلا استخدام سلك الماوس هنا عشان يكمل رسمه المكنسه بتاعه التنظيف. شايف فكره الدمج ما بين شكل الماوس وشكل المكنسه وتوظيف السلك في ان هو سلك المكنسه في كونسبت عندي. الخلفيات هنا دايما هتلاقيها كلين، دايما هتلاقيها مينيماليست، التركيز كله بيكون على الفكره والخط. الخلفيات دايما هنا هتلاقيها لون فاتح، لون كلين، مفيش اي عناصر زياده، التركيز كله هنا بيكون على الفكره والخط. شائع في ايه؟ شائع في البراندات الطبيه والويلنس زي منتجات العنايه بالبشره، زيوت المساج، المراهم العلاجيه، لان الخيوط الانسيابيه بتعكس احساس الراحه والتخلص من الالم والخفه. الكونسبتشوال كامبينز، الشركات
الشركات اللي عايزه تظهر بشكل ذكي ومبتكر وتعمل مثلا حملات توعويه او برينتنج ادز تخلي اللي بيشوف الاعلان يقف عشان يستوعب الفكره ويقوم مبتسم بعدها ابتسامه كده خفيف. براندات الادوات المكتبيه، الكتب التفاعليه اللي بتميل للفايب الطفولي. الستايل اللي بعد كده وده من الستايلات المحببه والمفضله لقلبي وهو الهايبر رياليستيك، وده اللي بنسميه الفوتو مانيبيليشن او تصميمات الدم. فكرته ان انت بتجيب صور من بيئات مختلفه، كل صوره متصوره في ظروف معينه، في اضاءات معينه، في زوايا معينه، والمطلوب منك ان انت تدمجهم مع بعض في صوره واحده، وحس في الاخر ان الصوره صوره متصوره بكاميرا، مفيش اي حاجه تبين ان هي فيك، مفيش اي حاجه تبين ان هي تركيب، ملوش استخدام في مجال معين، تقدر ان انت تستخدمه في اي مجالات، ودايما بيبقى اتراكتيف وقوي وبيساعدك ان انت توصل الفكره لانه بيميل للواقعيه في التنفيذ. الانتي ديزاين ده حرفيا بيكسر قواعد التصميم كلها، بس خلي بالك هو المصمم هنا مش بيجرب او مش عارف، لا هو مصمم عارف القواعد كلها وقرر يكسرها بشكل مقصود ومدروس. تزاحم كبير جدا، اوفرلودد مقصود ما بين العناصر في نفس المكان، لايرز كتير فوق بعضها، تكست داخل في بعضه، كل ده بيخلي العين تتعب بشكل مقصود لان التعب ده هو جزء من التجربه. الهيراركي التقليدي اللي احنا عارفينه في التصميمات مش موجود، مفيش عنصر اهم من التاني، كلهم داخلين بيتنافسوا مع بعض في نفس الوقت، وده بيكسر التوقع البصري اللي بيشوف الفيجوال. مفيش اي تناسق بين الالوان بجنيه، الالوان بتضرب في بعض، الهدف دايما ان العين ما تسرحش. الانتي ديزاين بيحمل دايما رساله التمرد او النقد او الاحساس بالفوضى المقصوده اللي بتعكس ثقافه معينه. بنستخدمه في الاحداث الفنيه، المهرجانات الموسيقيه او الاندر جراوند كالتشر، براندات الستريت وير والفاشون اللي حابب يظهر بصوره غير تقليديه اللي بيستهدفوا الجينزي. نيجي بعد كده للمونوكروم. المونوكروم فكرته ان انت بتختار لون واحد وصريح وبتبني عليه السين كله او المشهد كله باستخدام درجات اللون ده المختلفه من الافتح للاغمق، وبنستخدمه عشان نربط عين المشاهد بهويه والوان البراند. كل حاجه حرفيا ميه واحده، المكان، الكراسي، لو في اوبجكت معين في التصميم، كلهم مصبوغين بنفس اللون. الستايل ده بيلغي اي تشتت خالص، عينك مرتاحه اول ما تبص وبتفهم المود على طول. عشان الديزاين بقى ما يبقاش فلات، ما يبقاش تحس ان هو حيطه مطموسه كده بلون، اللعب كله بيبقى في اللايت والشادو. الشادو هنا هو اللي بيجسم الحاجه وتخليك تشوف ابعاد المكان اللي موجود. ساعات عشان الكاركتر او البني ادم اللي واقف ما يختفيش جوه اللون، بنسيب لون بشرته طبيعي جدا، بنلبسه تي شيرت يعمل كونتراست مع لون الباك جراوند. نيجي بعد كده للبيبر كات. الستايل ده قايم بشكل اساسي على الشادو. الشادو هنا هو اللي بيبني الدبث والعمق عندي، كل طبقه او كل لاير بترمي شادو على اللاير اللي تحتها، فبيبقى عندي دبث حقيقي واحساس ان الحاجه دي 3 دي على الرغم ان هي كلها معموله من مواد 2 دي عادي. فالسحر هنا كله في الدروب شادو، لايرز كتير فوق بعضها، كل واحده بتضيف بعد ودبس معين للتصميم، وكل ما زادت اللايرز دي كل ما زادت الديتيلز، وكل ما حسيت ان الديزاين مور ريتش. تكتشر الورق، حواف ان الحاجه مقصوصه، الطيات الخفيفه اللي موجوده كلها بتدي التصميم دفى وحرفيه رغم ان هو متنفذ ديجيتال عادي جدا على الفوتوشوب. بنستخدمه في براندات الاكل والشرب، الفود اند بيفرج، لما براند يحب يظهر بشكل مبهج وفريش، زي مثلا حملات فانتا، دي كانت كامبين كامله قايمه على ستايل البيبر كات. بيستخدم برضه في براندات السياحه والطيران عشان نجسد معالم المدن. نيجي بعد كده لللو بولي. اللو بولي دايركشن جاي من عالم الالعاب وال3 دي القديم، بس اتحول لستايل وعنصر اساسي في الجرافيك ديزاين. بالبلدي كده فكرته قايمه على التجريد الهندسي، يعني بدل ما نرسم الكاركتر او المنتج بنعومه وتفاصيل واقعيه جدا، احنا بنكسره لمضلعات واشكال هندسيه بسيطه، كانك ماسك حته كريستال او ماسه كل وش فيها بيعكس الضوء بزاويه مختلفه. الستايل ده دايما بيفكر الناس بالعاب البلاي ستيشن 1 والبلاي ستيشن 2 ال3 دي القديم، فبيدي دايما احساس بالنوستالجيا والحنين للماضي. بيليق على مين؟ بيليق على براندات شركات التك والالعاب لانه مرتبط في عقل الناس بالبرمجه وال3 دي وعالم الجيمنج الرقمي. براندات الرياضه، الخطوط الحاده والمضلعات دايما بتعكس احساس بالقوه والسرعه. الستايل 39 وهو الاسيد. فكره الالوان النيون الضربه مع بعض، بنفسجي مع اخضر فسفوري مع ورد ساطع، الوان بتتخانق مع بعض بدل ما يبقى فيه تناسق، مفيش راحه للعين نهائي، وده مقصود تماما. الاشكال ذائبه
دائبة وعضوية، مفيش خطوط مستقيمة او حاجة هندسية واضحة، كل حاجة بتسيل وبتتشوه وبتتمدد كأن الأشكال نفسها بتتحول وبتتغير. التيبوجرافي برضو عندي بيتحرك ومش ثابت، الحروف يا إما بتذيب يا إما منفوخة يا إما متموجة، مش خط عادي كده بيوصل معلومة. ده جزء من الفوضى البصرية المقصود. تحس إن في مخلوقات غريبة، أشكال هلوسة، تحس ان انت سكران كده وانت بتشوف الفيجوال، رموز غامضه، كل ده من اللغه البصريه للاسيد كالتشر. الخلفيه الدارك مود مع الحاجات النيون بتحس ان هو بينور كده في مناطق معينه. طيب بيليق على مين؟ بيليق على حفلات التكنو او الروك او الاندر جراوند. البوسترات والتي شيرت بتاعت الحفلات بتعيش دايما على الستايل ده. براندات الفاشن والموضه اللي بتخاطب الجين زي وعاده تظهر بشكل صايع ومختلف تماما عن السوق. بنستخدمه برضو في الالعاب والمنصات الترفيهيه الفانتازيه، لما تحب مثلا تروج لحاجه معينه غامضه ومثيره ومليانه مغامره وتشويق. الستايل ال40 معانا وهو الفيسيديليك، ده الاخ الكبير والاب الروحي للستايل الاسيد اللي احنا لسه متكلمين عنه. الستايل ده اتولد في الستينات وكان طالع من فكرة توسيع المدارك وترجمة الأحلام الفانتازية والرحلات الذهنية العميقة. التيبوجرافي هنا بيلف ويتموج حوالين العناصر، بيبدأ ان هو يلف بطريقة معينة عشان يملى الفراغ. الكلمة بتبقى جزء أساسي من التكوين مش عنصر منفصل. الألوان قوية جدا مش عدوانية زي الأسيد، يعني في هنا دفى، في بهجة، مش حاسس بتوتر وانت بتتفرج على الفيجوال. الأشكال عضوية ومتدفقة، مفيش زوايا حادة، كل حاجة منحنية وسايلة كده، تحس ان في نفس في التصميم. ده بيدي احساس بالحركة والانسيابية. التماثل والانماط المتكررة، تحس ان انت مستخدم باترن بتتكرر بشكل هندسي كده وناعم. الجو هنا روحاني، احساس عام كده واصل لك بالحريه والانفتاحيه، بيديك احساس كده بالستينات والفلاور باور مش بالحفلات الالكترونيه الليليه. بيستخدموه في ايه؟ بيستخدموه في اغلفه الالبومات والبوسترات، هو فعلا الستايل الايقوني لفرق الروك والبوب والاندي. بيستخدموه برضه في المهرجانات الفنيه والثقافيه اللي بتستهدف جمهور بيقدر الكرافتنج والرسومات اليدويه الغنيه بالتفاصيل. نيجي بعد كده لستايل حلو قوي وهو الريترو فيوتشريزم، مستقبل بس متخيلينه من الماضي. الفكرة الأساسية مش بيصور هنا المستقبل زي ما هو بيصوره ازاي الناس زمان تخيلوه. ألوان نيون دافية من حقبة التمانينات، الحاجات الوردي السماوي البرتقالي البنفسجي، باليتا كده رايقة قوي من التمانينات، مش النيون الفائع، لا نيون فيه دفى كده ونوستالجيا. تكتشر الطباعة القديم موجود، حبيبات الهاف تون اللي احنا لسه متكلمين عنه، احساس ان البوستر ده مطبوع من زمان، ده اللي بيدي لك احساس الريترو. والنص التاني بقى الفيوتشر. التيبوجرافي برضو قديم بطبع التمانينات، الجريدينت من الاصفر للوردي، الحواف الحاده، الخطوط هنا دايما بتحس كده انها من بوسترات افلام الخيال العلمي القديمه. الستايل ده بيحسسك بالحنين للايام بتاعت زمان وفي نفس الوقت بياخدك لرحله للمستقبل، ده التناقض اللي بيميز الستايل ده. نيجي بعد كده للديستورشن، التشويه او التشوه البصري المقصود. فكرته ببساطة ان احنا بناخد عنصر واقعي ومألوف جدا لعين اللي بيشوف الاعلان، زي مثلا وش بني ادم او تكست معين، وبنعيد تشكيله بالكامل بالتسييح، وان احنا نعمل له ستريتشن لدرجة تخليه تخرج عن طبيعته عشان نخلق حاجة فيها باور، فيها غموض، فيها روح السرياليزم. تأثير الليكوفاي اكنك عملت له ليكوفاي بالفوتوشوب. مط البكسلات، تحس برضو ان انت مسكت السمادج تول في الفوتوشوب او البيكسل ستريتشنج عملت لها مط، والموضوع ده بيديك احساس بالحركه السريعه او الجليتش الرقمي. بيضيفوا برضو جرين كده او نويز بتديك تكتشر معين. الديو تون والتباين القوي ما بين الالوان زي مثلا السيان مع الاخضر. الديستورشن بيحب يشتغل بالوان بره الصندوق وبيبقى غالبا لونين او ثلاثه بيبني بيهم المشهد كله، والاعتماد الاكبر بيكون على الالوان اللي بتعمل كونتراست مع بعض زي مثلا السيان مع الاخضر، الاسود مع النبيتي. الستايل اللي بعد كده برضو مشهور جدا، ولو سرشت عنه على فريبك او شاتر ستوك هيطلع لك حاجات كتير جدا، وهو الواي 2 كي ايفولوشن. الستايل ده بيعكس لحظه انتقاليه في الزمن ما بين اواخر التسعينات وبدايه الالفيه الجديده، لما كان في ميكس عند الناس ما بين الحماس للتكنولوجيا وفي نفس الوقت هم قلقانين منها. التصميمات كانت مليانه تاثيرات جريئه، الوان الميتاليك، الاشكال الهندسيه العشوائيه. الستايل ده بيقدس الاجهزه اللي شكلت طفولتنا وشبابنا في بدايه الالفينات، هتلاقي التصميمات اغلبها مليان
السيديهات بانعكاساتها، شرايط الكاسيت، الموبايلات اللي بتفتح فليب، شاشات الكمبيوتر الضخمة. بيكون مثالي قوي لو بتشتغل على تصميمات بتستهدف جين زي او حاجة لها علاقة بالموضة او التك او الموسيقى. الستايل اللي بعد كده اليوكيو اي، حركة فنية يابانية ظهرت في فترة ما بين القرنين ال17 وال19. ترجمتها الحرفية بتعني صور العالم العائم، والمقصود بالعالم العائم هنا هو الاستمتاع بملذات الحياة اليومية واللحظات الهاربة والطبيعة. الستايل ده كان قايم على تقنية الطباعة بالقوالب الخشبية، وده اللي خلاه يوصل لكل فئات الشعب الياباني زمان. بيتميز بالبولد اوت لاينز لان الفن ده كان قايم في الاصل على الحفر على الخشب، فكل عنصر في التصميم لازم يبقى معمول له كده استروك بخط اسود صريح، مفيش هنا خطوط عشوائية. شوف مثلا تحديد ملامح الوش والشعر في اللوحة اللي في النص على غلاف كتاب. الالوان بتنزل في مساحات فاضية، بياخد تكتشر ورق الواشي القديم الياباني او درجات البيج المصفرة عشان يديك احساس بالورق الاثري. في الفيجوال اللي على اليمين ده مثلا البنت مرسومة بالستايل الياباني التقليدي، لكنها ماسكة موبايل وفاتحة ستوري على الانستجرام وعاملة التو مودرن، فهنا دمج صايع جدا ما بين الماضي والحاضر. طيب بيليق على مين او بنستخدمه ايه؟ المطاعم والبراندات الاسيوية واليابانية، سواء مطاعم السوشي، كافيهات الماتشا، منتجات الشاي. الستايل ده دايما بيدوهم اصالة وهوية بصرية مميزة. براندات الالعاب والانمي الكبيرة. الستايل اللي بعد كده وهو الهيت ماب، ستايل قايم على تأثير الرؤية الحرارية. الستايل ده مستوحى بالكامل من كاميرات التصوير الحراري اللي بنشوفها في الافلام والعلوم، واللي بتقيس درجة حرارة الاجسام وترجمها الالوان. الهيت ماب بيعتمد على باليتة الوان معينة، فدايما بتحس في المناطق الحارة دي البقرة دايما بتاخد اللون الاحمر المتوهج، البرتقالي او الابيض الشديد، وهنا بتمثل مركز طاقة في التصميم بتاعك. والمناطق المتوسطة والباردة بتبدأ بقى تتدرج للاصفر الاخضر لحد ما تنتهي بالبنفسجي او الازرق الغامق في الاطراف الظاهرة في المناطق اللي فيها شادو. العناصر في الدايركشن ده ما بتكونش حادة او ما بتكونش شارب، الالوان بتسيح مع بعضها بنعومة، ففي سموث جريدينت كأن الحرارة بتشع وبتتنقل من مكان لمكان. وعشان التصميم يديك احساس بانها لقطة متاخدة من جهاز رادار او كاميرا قديمة، الديزاينرز دايما بيحبوا يضيفوا تفاصيل تقنية في اللي اوت، زي مثلا علامات الكروس هير او اهداف التصويب، ارقام درجات الحرارة زي مثلا رقم 39 و8 اللي موجود في البوستر اللي على الشمال، الجرين برضو والتكتشر اللي موجود بتاع النويز، والهاي كونتراست القوي جدا ما بين الالوان. نيجي بعد كده على الهولوجرافيك، التأثير الهولوجرامي او القزحي. فكرته الاساسية قايمة على محاكاة انعكاس الضوء على الاسطح اللي بتتغير لونها على حسب زاوية الرؤية، زي مثلا ظهر السي دي القديم او فقاعات او البابلز بتاعة الصابون. بيعتمد هنا على باليتة الالوان الخاصة بقوس قزح. الالوان فيها تداخل ناعم جدا وسلس بين درجات النيون الهادية والباستل، معتمد بشكل اساسي على ال 3 دي والاجسام ال 3 دي اللي مديك احساس بالفلويد السايحة والانسيابية اللي ملمسها شبه المراية الصافية، تحس ان الجسم بيمتص الوان المحيط ويعكسها بشكل مبهر جدا في الفيجوال بشكل عام. الكتابات هنا بتدعم نفس المفهوم، الحروف بتترسم اغلبها بشكل 3 دي منفوخ او بشكل بابلز كأنها برضو مصنوعة من البلاستيك اللامع او الجل، وبتكون واخدة نفس التدرجات القزحية. بيليق على مين؟ بيليق على البراندات النظارات الفي ار، الحفلات والمهرجانات الموسيقية، وخصوصا الريف والالكترونيك ميوزك لانه بيعبر عن اجواء الاضاءات الليزر والفيوتشر. براندات الموضة والتيك وير والاكسسوارات زي نظارات الشمس العاكسة، الكوتشيات اللي بتنور، ملابس الاستريت وير الجريء. الستايل ال47 وهانت احنا قربنا نخلص، الفراسوربين. الاسم نفسه منحوت من شقين، فريزر وده السكتم الامريكي الشهير في التسعينات، وكلمة يوروبيان ومعناها حضري، وهو ببساطة بيعبر عن ذوق الجين اكس المتعلم، الناس اللي بتحب القهوة الاسبريسو، الموسيقى، الجاز، الانتيكات، الناس الرايقة قوي دي، الخطوط السيرة في الراقية، الحليات المعمارية، باليتة الالوان المكتومة والدارك مود جدا. اهم ما يميز الستايل ده هو النجوم الرباعية اللي بيستخدموها دي او اللينس فلير زي ما احنا بنقول عليها. تنسيق العناصر واللي اوت هنا بيعتمد على الكادر البيضاوي ودمج الفنون الكلاسيكية زي مثلا تماثيل الرخام التاريخية، الاعمدة الرومانية مع حاجات الجرافيك او الجرافيك اليمنتس اللي احنا اتكلمنا عنها. نيجي بعد كده نخش على جزء مهم جدا وهو مدارس التصميم، ودي حاجات بقى قديمة قوي اثرت وشكلت وطلعت فنانين كبار. ونبدأ باول حاجة بالمدرسة اليابانية. الفكرة بتاعت
المدرسة اليابانية كانت رافضة تماما فكرة الفن من اجل الفن، وكانوا شايفين ان الراجل الفنان ده زي المهندس، لازم يعمل تصميم يخدم المجتمع ويوصل رسائل قوية ومباشرة للاودينس. بيعتمد على باليتة الالوان السياسية الصارمة. الستايل ده مفيش فيه دلع في الالوان، احنا مش جايين نهزر، الالوان محدودة جدا ومعتمدة على الالوان الثورية والعمالية، الاحمر الدموي مثلا، الاسود الصريح، الابيض، درجات البيج، احيانا بيستخدموا معاهم الاصفر الكناري عشان يعمل كونتراست. بيعتمدوا على الاشكال الهندسية الحادة والخطوط المايلة عشان دايما تديك احساس بالبناء والحركة والسرعة، فتحس ان التصميمات مبنية على خطوط مايلة بتقسم الكادر كده مثلثات ودوائر ومستطيلات صريحة. التايبوجرافي الضخم جدا، الخطوط هنا جزء لا يتجزأ من التصميم. احيانا الخط هو اللي بيبني الشكل، خطوط بتكون بولد ضخمة بتترص دايما بشكل ماين او الداخل مستطيلات عشان تبان كأنها شعارات ثورية مرسومة على الحوائط زي طريقة الكتاب. الستايل ده بيحب جدا في الرموز الدالة على القوة والصناعة والتغيير، زي قبضة اليد المرفوعة في التصميم اللي على الشمال. بيستخدموه فين؟ بيستخدموه في الحملات الإعلانية التوعوية والسياسية، زي البوسترات مثلا اللي بتنادي بحقوق معينة او حملات قضايا المجتمع والعمالة. نيجي بعد كده للكيوبيزم، المدرسة التكعيبية، واحدة من اهم واجرأ الحركات الفنية في القرن العشرين واللي اسسها العبقري بابلو بيكاسو مع جورج براك. فكرة الكيوبيزم كانت تمرد كامل على المنظور التقليدي، بدل من رسم الشيء من زاوية واحدة التكعيبيين قالوا ليه ما نرسمش الجسم من كذا زاوية في نفس الوقت، فعملوا تفكيك للاجسام والوجوه الى اشكال هندسية اساسية، مكعبات، مخاريط، كرة، مستويات متقاطعة، وقعدوا يركبوها تاني فوق بعضها. فلو خدت بالك في الكيوبيزم الوش هنا ما بيترسمش بانحناءات طبيعية وناعمة زي ما موجود، لا، تحس ان هو قسموه لمستويات وظلال هندسية حادة، فاحيانا ممكن تشوف جزء من الوش سايد فيو والعين مرسومة فرونت فيو. بيعتمدوا على الاشكال الهندسية والخطوط المستقيمة، تحس ان التصميم بيتحول لبازل هندسي، الزوايا الحادة هنا هي اللي بتحدد العناصر واللي اوت بالكامل، مفيش خطوط عشوائية. التايبوجرافي هنا ما بيبقاش خط تقليدي عادي خالص، بيعيدوا اعادة تشكيل للخطوط عشان تاخد نفس الروح الهندسية. طيب بيليق على مين؟ على المهرجانات الفنية والموسيقية، بالذات الجاز، يعني في ارتباط تاريخي وثيق ما بين الفن التكعيبي وموسيقى الجاز، اغلفة الكتب والروايات الادبية. نيجي بعد كده للارت ديكو. الارت ديكو ظهرت عشان تعبر عن الثورة الصناعية والتقدم التكنولوجي زي الطيارات وناطحات السحاب والسفن العملاقة، ولكن بروح فرنسية مختلف. في الارت ديكو لو خدت بالك دايما بيعتمدوا بنسبة كبيرة عن السيمترية، وان الجزء اليمين زي الجزء الشمال، وبيعتمدوا على الخطوط المستقيمة اللي بتديك احساس بالارتفاع الشاهق زي مثلا ناطحات السحاب. من اهم العناصر اللي بتميز الارت ديكو هي خطوط اشعة الشمس المشرقة زي مثلا البوستر اللي على الشمال ده، لانها دايما بتديهم احساس بالتفاؤل، الافاق المستقبلية، الفجر المقبل الجديد. ومع تطور حركة النقل والالات الارت ديكو بدأت تتبع اسلوب الانسيابية، فبدأوا يحولوا الاجسام الضخمة الى كتل هندسية ناعمة وقوية في نفس الوقت تعبر عن السرعة والقوة الهائلة، زي مثلا بوستر السفينة اللي على اليمين، تحس ان هو شكل هندسي مبين قد ايه ان السفينة ضخمة. الخطوط هنا تحس ان هي تحفة فنية برضو في حد ذاتها، مش خطوط عادية، خطوط السانس سيرة في الهندسية التخينة، وغالبا بتعتمد على المبالغة في الحجم. بيستخدموه منين؟ بيستخدموا براندات الفنادق والهوسبيتاليتي الفاخرة، الفنادق والمنتجعات اللي عايزة تبرز العراقة والفخامة الكلاسيكية والأناقة المعمارية، الحفلات والمناسبات الهاي اند زي مثلا الحفلات اللي بروح فيلم ذا جريت جاتس باي او مهرجانات السينما الراقي. نيجي بعد كده بقى للباو هاوس، وده الستايل اللي قبل الاخير. والباو هاوس هي مدرسة فنية ظهرت في المانيا، تأسست على يد المعماري والت الغربيوس، وشعارها ان الشكل بيتبع الوظيفة. المدرسة دي الغت تماما فكرة الزخارف المعقدة، وقررت ان التصميم لازم يكون بسيط وبيخدم غرض معين بدون اي فزلكة او بدون اي بهرجة زيادة. بيعتمدوا على الالوان الصريحة، الاحمر، الازرق، الاصفر، الالوان الاساسية، وبيوازنوا دايما ما بينهم وما بين الاسود والابيض. بيعتمدوا بشكل اساسي برضو على الاشكال الهندسية، كل حاجة في الباو هاوس اختزلوها للاشكال الهندسية الاساسية زي الدايرة والمربع والمثلث، فما فيش عندي اي شادو، ما فيش عندي اي جريدينت معين، الحاجات فلات جدا. اعتمدوا برضو على الخطوط المستقيمة والجريد المنتظمة، التصميم دايما بتحس ان هو بيتبني كده بروح هندسية معمارية، بيبقى فيه تكرار للخطوط طول او بالعرض عشان يعمل ايقاع بصري مريح زي الخطوط السوداء اللي واقفة بالطول دي. التايبوجرافي برضو بيبقى بولد ونضيف، مفيش فيه اي افتكاسات، بيليق
بيليق على مين؟ بيليق على الهويات البصرية للشركات والمؤسسات التقنية والمعمارية اللي عايزة تظهر دايما بشكل ثابت ومنظم وواضح. اساس المنزل والديكور والبراندات اللي قايمة على فكرة ان الحاجة مودرن ومينيمال، والبراندات اللي بتخاطب دايما جيل بيميل للبساطة زي مثلا ستايل ايكيا اللي موجود دلوقتي. تصميمات المجلات والبوسترات الثقافية والفنية اللي بتعتمد على قوة الفكرة دايما واللاي اوت نضيف اكتر من الزحمة البصرية. نيجي بعد كده لاخر حاجة وهي الجاجن ديستل او الارت نوفو، الفن الجديد او زي ما اتعرف في المانيا بستايل الشباب. التصميم هنا ما بيعرفش الخط المستقيم، بيتحرك بحرية تامة زي اغصان الاشجار او خطوط النباتات او شعر المرأة الانسيابي، وغالبا بيستخدموا شعر المرأة الطويل والمتطاير كعنصر جرافيك اساسي عشان يملوا بيه الفراغات، وبيعمل فريم للتصميم. هتحس ان التصميم دايما الفريم بتاعه او ان التصميم دايما محاط باطارات من الورد كده والفلاور، وعشان يميزوا البطل او الشخصية الهيرو في التصميم فدايما بيعملوا هالة دائرية كده او قوس ضخم ورا الجسم او ورا الشخص الهيرو اللي موجود عنده. الالوان في الارت نوفو مشتقة بشكل مباشر من الطبيعة الخريفية الدافية، الوان هادية جدا بتديك احساس الخريف، عاملة زي النباتات بتنمو معاك، والحروف برضو تحس ان هي مرنة وكأنها بتنمو زي النباتات او بتذوب بانسيابية جدا. طيب مين بيستخدمه؟ براندات التجميل والاورجانيك سكين كير، اي منتج طبيعي مستخلص من الاعشاب او الورد وعايز يعكس النقاء والانوثة والنعومة. المشروبات والاغذية البريميوم زي مثلا براندات الشاي، الاعشاب، الشوكولاتة المصنوعة يدويا، المياه الفوارة. الستايل ده بيدي احساس بالعمق وان الحاجة هاند كرافتد. طيب احنا بعد ما خلصنا كل الستايلات والمدارس الفنية، ازاي اختار الستايل المناسب للكامبين او الاعلان او البروجكت بتاعي؟ واحدة من اكبر الاخطاء اللي بيقع فيها المصممين او الارت دايركتورز ان هم بيختاروا الستايل بناء على ذوقهم الشخصي او ان حاجة طالعة ترند او حاجة جايبة فيوز عالية. بس في الحقيقة ان عملية اختيار الارت دايركشن دي حاجة استراتيجية اكتر من كونها فنية، لان الهدف مش ان التصميم يبقى شكله حلو، الهدف ان التصميم يوصل الرسالة الصح للناس الصح بالشكل الصح. فقبل ما تفكر في اي ستايل لازم تسأل نفسك الاسئلة دي: المنتج او الخدمة بتاعتي بيعملوا ايه؟ مين الجمهور المستهدف بالظبط؟ وتحط يوزر بيرسونا زي ما احنا اتكلمنا عن شخصية البراند عاملة ازاي، لو البراند ده شكله انسان هيبقى عامل ازاي، مين اهم 3 كومبيتيتورز موجودين في السوق، عايزين الناس تحس بايه بعد ما تشوف الاعلان. لو انت ما جاوبتش على الاسئلة دي فاي دايركشن هتختاره هيطلع شكله حلو، بس هل هيوصل الرسالة ولا لا؟ فعشان كده الفلو بتاعنا هيبقى عامل ازاي؟ اول حاجة احنا هنبدأ بالاحساس مش بالستايل. يعني انا مش هقول اول حاجه ايه الحاجه الترندي او ايه الحاجه اللي واكله مع الناس او ايه الحاجه اللي جايبه مشاهدات دلوقتي، لا، انا عايز الناس تحس بايه لما تشوف الاعلان، لان الارت دايركشن هو فيجوال كوميونيكيشن في الاول وفي الاخر. فانا هل الناس محتاجه تحس بسرعه، محتاجه تحس بثقه، استقرار، رفاهيه، ابتكار، امان، مرح؟ الاحساس ده هو اللي هيقودك للستايل مش العكس. طيب الحاجة اللي بعد كده ايه؟ حدد شخصية البراند. لو البراند ده كان انسان هيكون شكل شخصيته عاملة ازاي؟ هل هيكون حاجة فورمال ولا حاجة بتخاطب الشباب، حاجة ودودة وقريبة من الناس، شخص عملي، شخص تقليدي؟ لان شخصية البراند بتحدد جزء كبير قوي من اختيارك للستايل. براند عايز يظهر بشكل لاكجري وفورمال غير براند عايز يظهر بشكل فاني. بعد كده تبدأ ان انت تختار 3 كي ووردز تحكم كل حاجة. يعني ايه؟ يعني انت هتختار 3 كلمات مفتاحية هتصف بيهم البراند او الحملة او الاعلان بتاعك. اقول مثلا ان الحاجة دي حاجة فيوتشر، حاجة مستقبلية، حاجة سريعة، حاجة مثلا شبابية. الكلمات دي هتبقى الفلتر اللي هيعدي عليه كل ستايلات الارت دايركشن. اي ستايل ما بيحققش حاجه من الثلاث حاجات دول خلاص استبعده. انا كل ده بعمل ايه؟ كل ده بعمل مرحله فلتر، ببقى عايز افلتر الستايلات دي كلها لحد ما يبقى معايا 3 4 ابدا ان انا اختزلهم واحده واحده، او اعمل اوبشن من كل حاجه ابدا ان انا اعرضه على الارت دايركتور او الكلاينت او البراند او ايا كان. طيب هنيجي بعد كده نراجع نوع المنتج او الخدمه. لو خدت بالك وانا بشرح لك كل ستايل ارت دايركشن كنت بقول لك مثلا مستخدم في براندات التك، حاجات الفاشن، حاجات الجيمنج، فترجع برضو تراجع المنتج او الخدمه. نيجي بعد كده نشوف التارجت اودينس، ودي برضو حاجه مهمه جدا، لان نفس المنتج ممكن ياخد ارت دايركشن مختلف على حسب نوع الجمهور. لان انت مثلا لو بتعمل كامبين لمحفظه الكترونيه زي فودافون كاش او كده، لو بتخاطب ناس كبيره طريقتك في توصيل الرساله غير لما تخاطب ناس شباب. عشان كده دايما لازم تسال مين اللي هيشوف الاعلان ده قبل ما تسال الاعلان ده هيكون شكله ايه. المرحله اللي بعد كده لازم تراعي التشانل او البلاتفورم
او المنصة اللي هيتعرض عليها الاعلان حاجة تنفع سوشيال ميديا، مش بالظبط لازم ان هي تنفع اوت دور، والعكس ممكن حاجة تبقى اوت دور حلوة جدا لكن لما تيجي تعملها على السوشيال ميديا ما تبقاش مظبوطة. فلازم يبقى حاجة ينفع ان احنا نعمل لها ادابتيشن بعد كده على الكل بلاتفورم. بعد كده لازم تراعي الوقت والميزانية. لو عملت لي حاجة واو بس كسرت الديدلاين يبقى انت كده في الفاضي. اعمل لي حاجة مقبولة والتزم بالديدلاين وخليك اون بريف، وكده الموضوع يبقى احسن. لان في ستايلات احنا قلناها ممكن تبقى محتاجة وقت كبير جدا في التنفيذ، وفي حاجات ممكن تطلع فكرة قوية والتنفيذ بسيط. فدايما الارت دايركتور الشاطر مش بيختار الحاجة الافضل بس، لا هو دايما بيختار الحاجة الكويسة اللي تتعمل في الديدلاين المناسب. طيب انت دلوقتي فلترت كل المراحل اللي فوق دي وبقى معاك 3 او 4 ستايلات ارت دايركشن. هتبدأ بعد كده تقيمهم على 4 محاور رئيسية. هل الرسالة مفهومة بسرعة؟ موصل المسج بشكل كويس؟ هل هو مناسب لشخصية البراند؟ هل مختلف عن المنافسين؟ ما بعملش حاجة قريبة من المنافسين، بعمل حاجة تميزني كبراند؟ هل ينفع يبقى 360 كامبين ينفع يتطبق على كل السوشيال ميديا بلاتفورم؟ واخر حاجة هل هو مناسب للتارجت اودينس؟ الاتجاه اللي هيكسب بوينتس اعلى في المحاور دي هم 5 محاور مش 4. الاتجاه اللي هيكسب هو ده الستايل المناسب. طيب بعد ما تختار الستايل ده اعمل بعد كده بروف سريع. يعني ايه؟ يعني اعرض الحاجة دي على حد من التارجت اودينس بتاع الاعلان ده. لو قال لك الاجابات بتاعته اساله الرساله واضحه، حسيت بايه، كل الكلام ده. لو قال لك اجابات منطقيه قريبه من الحاجات اللي كانت في دماغك قبل ما تعمل ده يبقى انت يا باشا ماشي زي الفل. طيب انا كده اكون وصلت معاك لنهايه الحلقه، واتمنى تكون فعلا استفدت، واتمنى ان الموضوع ده يفرق معاك. ولان الموضوع فعلا اخد مني وقت كبير جدا عشان اجيب لك السمات بتاعه 52 ارت دايركشن واجيب لك امثله ليهم عشان اقرب لك الفكره. وعايز اقول لك ان انسب طريقه تذاكر بيها الموضوع ده لو حاولت ان انت تكتب كل ده نظري هتنساه بنسبة 100%. طب المطلوب منك ايه؟ المطلوب منك ان انت تشوف انت بتعمل انسبيريشن على ايه. لو بتعمل على بنترست تعمل بقى مود بورد لكل ستايل ارت دايركشن من دول، وكل حاجة تقابلها لما تيجي تعمل تغذية بصرية احفظها في المكان بتاعها. هيبقى عندك مرجع بصري قوي جدا لما تيجي تشتغل على اي حاجة بعد كده. ودي انسب طريقة هتخليك فاكر المعلومة ومحتفظ بيها، لان اي حاجة نظري من دي هتتنسى. لو كتبت ورايا كل ده هتصحى بعد يومين انت مش فاكر اي حاجه. فما تنساش تقول لي رايك في الكومنتس لان بيفرق معايا جدا. وما تنساش لو انت مش مشترك في القناه تشترك عشان ما يفوتكش كل جديد، وتعمل لايك الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. واشوفك في فيديوهات جايه. سلام.